افتتحت برشلونة جولتها في آسيا بفوز معنوي بنتيجة 3-1 أمام فيسيل كوبي. أحرز إيريك غارسيا الهدف الأول في الدقيقة 33 من ركلة ثابتة استثمرها دفاع كوبي بشكل ضعيف في الشباك. أصبح التعادل ممكنا قبل نهاية الشوط الأول عندما استغل تيزي مياشيرو خطأ دفاعيا ليسجل هدف لفريقه في الدقيقة 42. في الشوط الثاني، أدخل المدرب هانسي فليك لاعبين جدد مثل ماركوس راشفورد وروني باردغي، ممن أعاد تفوق برشلونة. باردغي، الوافد الجديد، 19 عاما، سجل الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعدما مرر له ليفاندوسكي الكرة بدقة. ثم جاء الهدف الثالث من الموهوب بيدرو فرنانديز في الدقيقة 87 بضربة من خارج المنطقة لتثبيت النتيجة. ماركوس راشفورد قدم أول ظهور رسمي مع برشلونة، بل ونجح في صناعة هدف باردغي رغم دقائق مشاركته المحدودة، حوالي 30 دقيقة. تجدر الإشارة إلى الأداء الجيد للحارس جون غارسيا، الذي خاض أول مباراة كحارس أساسي ونجح في تصديات بارزة على الرغم من استقبال هدف. سلط المدرب فليك الضوء على غرس ثقافة الاعتماد على الشباب، مؤكدا أن كثيرا من اللاعبين من لا ماسيا سيكون لهم دور في الموسم المقبل. الدقيقة 19، الهدف الأول لمانشستر يونايتد. النجم برونو فرنانديز افتتح التسجيل بعد تمريرة ذكية من كاسيميرو، انفرد بها القائد البرتغالي، وتلاعب بالحارس، ثم وضع الكرة بهدوء في الشباك على يسار الحارس. الدقيقة 33، هدف التعادل لوست هام. رد وست هم جاء سريعا، بعد كرة عرضية من الجناح جارود بوين وصلت إلى المهاجم داني إنجز، الذي ارتقى عاليا وسدد رأسية متقنة في مرمى أندريه أونانا، محرزا التعادل. الدقيقة 61، الهدف الثاني لمانشستر يونايتد. من كرة منظمة بدأها ميسون ماونت في العمق، مرر إلى أليخاندرو غارناتشو الذي أرسلها قصيرة إلى برونو فرنانديز، وسدد الأخير كرة قوية بقدمه اليسرى من خارج المنطقة في الزاوية العليا بشكل رائع. الدقيقة 14، الهدف الأول لنيوكاسل، 0-1. نيوكاسل افتتح التسجيل عن طريق المهاجم كالوم ويلسون، بعد كرة عرضية من ميغيل الميرون من الجهة اليمنى، استلمها ويلسون داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية زاحفة على يمين الحارس رايا. الدقيقة 27، الهدف الأول لأرسنال، 1-1. رد أرسنال جاء سريعا، بعد هجمة منظمة بدأها توماس بارتي، مرر إلى بوكايو ساكا الذي أرسل كرة ذكية إلى غابرييل جيسوس، الأخير راوغ المدافع وسدد بمهارة على يسار الحارس. الدقيقة 38، الهدف الثاني لأرسنال، 2-1. الهدف الثاني جاء من تسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء عبر النجم لياندرو تروسارد، الذي استلم تمريرة من أوديغارد وسددها بقدمه اليمنى في الزاوية اليمنى العليا للحارس. الدقيقة 51، هدف التعادل لنيوكاسل. نيوكاسل عادل النتيجة بعد ركلة ركنية نفذها تريبيير، ارتقى لها المدافع سفينة بوتمان برأسية قوية سكنت شباك أرسنال. الدقيقة 84، الهدف الثالث والحاسم لأرسنال. بعد مجهود فردي من ريس نيلسون داخل منطقة الجزاء، تعرض لعرقلة واضحة، ليحصل أرسنال على ركلة جزاء. القائد مارتن أوديغارد تقدم لتنفيذ الركلة وسددها بثقة على يمين الحارس مسجلا هدف الفوز.